في مشهد جديد من الصراعات السياسية في المغرب، اندلع جدل حاد بين عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء المغربي السابق وعبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي. فقد وجه وهبي اتهاما مثيرا لبن كيران، مدعيا أنه أهان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا الاتهام وتداعياته السياسية. بن كيران لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الاتهامات، بل نفى الأمر جملة وتفصيلا، معتبرا أن وهبي يسعى فقط إلى إثارة الجدل وتحويل الأنظار عن القضايا الحقيقية التي تهم المغاربة. ولم يكتف بن كيران بالنفي، بل شن هجوما حادا على وهبي، منتقدا مواقفه وأسلوب إدارته لبعض الملفات. كما أشار إلى أن هذه المسألة لا تستحق كل هذا الاهتمام، معتبرا أن الجدل حولها غير ضروري. في المقابل، لم يصدر وهبي أي توضيح إضافي بعد اتهاماته، مما يزيد من التكهنات حول أهداف هذا التصعيد السياسي. هل كان مجرد هجوم عابر أم أن هناك خلفيات أعمق لهذا الخلاف؟ يبقى السؤال مطروحا: هل هذه المواجهة تعكس صراعا سياسيا بين شخصيتين بارزتين، أم أنها مجرد زوبعة إعلامية؟ وما تأثير مثل هذه الخلافات على المشهد السياسي المغربي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.